مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مين فينا ما بيحبش الاكل التيك اواي؟ مين فينا لما بينزل يخرج ما بيشتريش سندوتش او اتنين من النوع اللي انتوا شايفينه ده؟ النهارده هنعمل تفاصيل الشاورما في البيت، لان هي بره بقت مكلفة بزيادة، غالية جدا، واكيد اكيد السندوتش منه مش مشبع، ولا اكيد عارفة اللحمة اللي فيه لحمة ايه. فعلشان تنزلوا زي الحلوين كده 4 انفراد، يعني تجيبوا كل واحد سندوتشين، هتدفعوا مبلغ وقدره. النهاردة يعني اليوم بتاعنا بتاع الويك اند، يعني اخر الاسبوع كده، حاجة كده يعني سريعة على المشي. هنعمله شاورما وهنعمله في البيت. هتعملي بقى سندوتشين الشاورما بتوعك وكوباية الحاجة الساقعة ومع حبة البطاطس، وكده حلو قوي، رضا كأنك خرجتي واتبسطتي بس من البيت. اكل نظيف، مش هياخد منك وقفة، ما تخافيش. ومش تكليف كمان. تعالوا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا. بس انا قبل ما ابتدي انا الفيديو، انت هتروحي تحطي اللايك بتاعك وتشتركي في القناة لو بتتفرجي من اليوتيوب. هتعملي متابعة للصفحة لو انت بتشوفي من ايه، من الفيسبوك. بصوا الجمال، بصوا بالذمة، بجد حلوة جدا وجوسي قوي ومستوية جدا جدا. يلا بقى تعالي نبدأ الفيديو ونشوف عملنا ايه. انا معايا هنا نص كيلو بس من اللحمة اللي متقطعة شرايح رفيعة، شرايح رفيعة علشان تستوي بسرعة. لحمة حمرا كلها زي ما انتم ما شايفين. معلقة عسل، معلقتين من الزيت، معلقة خل، عندي كمان مستردة، وعندي صلصة، ملح وفلفل اسود وبهارات وبابريكا وتوم باودر، وكل التوابل اللي انت حباها. كمان عندي علبة زبادي. هبتدي اعمل الخلطة اللي انا هنقع فيها الشاورما بتاعتي، وده هيكون من امتى؟ من قبلها بيوم بالليل، تمام كده. وهتسيبيها في علبة او في كيس وتغطيها كويس وتحطيها في التلاجة. انا حطيت لك المقادير اهي كلها والتتبيلة علشان تاخديها سكرين شوت لو حابة تنفذي الفكرة. تمام كده. هنزل بكل المكونات على بعضها علشان ادوب فيها الملح او البهارات بتاعتي، واقلب كويس كويس. عايزه اقول لك على حاجتين. يعني انت لو انت ضامنه الراجل او الجزار اللي انت بتشتغلي اللي انت بتجيبي من عنده وبتستخدمي منها اللحمه، فخلاص انت اوريدي مش هتغسليها، يعني لو شطفه بسيطه زي ما انت ما تحبي. وبعد كده خليه هو يقطعها لك حتت رفيعه كده، يا اما انت تضطري تدخليها تجمديها في الفريزر وتطلعيها تقطعيها بالطريقه دي. ممكن تجيبي اللي هو اصلا الاسكالوب وتقطعيه حتت رفيعه، هيبقى كويس جدا برضو معاكي. انا هنزل بمعلقه من كل حاجه، يعني حطيت معلقه كبيره من الصلصه، وحطيت معلقه من المستردة. المستردة بجد بجد بتدي طعم هايل جدا للوصفه. يعني حتى لو فيها حاجه بتضيع ريحه الزفاره منها خالص كمان. تمام، يعني كمان بتساعدها ان ما يبقاش فيها ريحه زفاره. تمام. انا نزلت بكل كميه الزبادي اللي عندي. عايزه اقول لكم ان الزبديه دي اصلا كانت في الفريزر يعني، فانا طلعتها واستخدمتها، فهي شويه تلاقيها لسه ما فكتش. تمام كده. هنزل بكل التوابل اللي عندي. حطي التوابل اللي انت حباها، مش لازم تربطي نفسك بنفس التوابل اللي انا حاطاها. انا حاطه ملح وفلفل اسود، وحاطه بهارات لحمه عاديه، وحاطه بابريكا اهي كده. خلاص فكت الحمد لله بعد ما قلبت فتره طويله. واهم حاجه معلقه العسل. معلقه العسل بتعمل ايه؟ بتوازن الطعم، كمان بتدي تذكيره بسيطه كده من بعيد، وبتساعد على فكره كمان على ان الطعم يكون شويه مسكر، وبتسوي اللحمه معايا بسهوله. تمام. انا بص اهو الدم ده مش هنزله، وهصفي بس اللحمه كويس كده علشان هو ده هيديني كده زفر. فانا خلاص ده هرميه. تمام. كويس اللي انا منزلتش بالطبق كله ايه مره واحده. هدي كده تقليبه. تمام. طبعا انا نزلت بخل برضو. عفوا. هقلب تقليبه كويسه، وبعد كده يا اما تحطيها في علبه بقى محكمه الغلق وتحطيها في التلاجة، يا اما تفضيها في كيس وبرضو تحطيها في التلاجة. انا بعمل الخلطه دي من قبلها بيوم وبسيبها على الرف في التلاجة. انتي مستعجله قوي يعني، ماكسيمم تعمليها 4 ساعات من قبلها علشان تاخد الطعم الايه الجميل. تمام كده. بس هديها تقليبه كويسه بقى واسيبها. طب الزيت بيعمل ايه؟ بيديني لمعه وبيخلي الحاجه لونها حلو. تمام كده. خلاص. ده تاني يوم. ده تاني يوم خلاص هي كده شربت. شايفين كانت الدنيا كان فيها ميه كتير، هي شربت ازاي التتبيله اللي فيها. ده بقى سر النجاح وسر حاجات كتيرة قوي، ومنقذي في كل الوصفات السريعة والحاجات اللي تحسي ان هي طعمها تبقى طعم شوي وفي نفس الوقت ما تخليهاش تاخد سوا. انا عندي بصل متقطع جوانح وطماطم بس مش اكتر من كده. هبتدي افتح الكيس بتاعي، اجيب صينية بس الاول علشان تبقى الدنيا تمام. اثناء ذلك انا طبعا مشغلة الفرن علشان يسخن. هنزل بكل الكمية بتاعتي
الطماطم والبصل، وبعد كده هنزل بفوقيها اللحمه. شفتوا كميه البصل والطماطم قد ايه؟ نص اللحمه، نص كيلو لحمه هياكلك ويشبعك ويعمل كميه سندوتشات كتيره جدا، ويبقى برضو اكلنا لحمه، اكلنا حاجه تكاوي من بره طعمها حلو. يعني وكسرنا روتين الخضار والرز واللحمه اللي بنعمله كل يوم. مفيش لحمه كل يوم، بس خضار والرز يعني الاكل التقليدي. اكلنا لحمه اهو، واكلنا برضو لحمه. ابتدي بقى انزل بالكيس كده واوسع المكان ده، هيديكي طعم الشوي اللي انت بتاكليه من بره، اللي بتبقى السيخ الكبير اللي بيلف دوت. وفي نفس الوقت هتخليها تستوي من غير يعني ما تاخد منك مجهود. خلاص انت حطيتيها في الكيس وهتربطيها وتحطيها في الفرن. لغاية هنا هبتدي بقى اقلب كده علشان كل الطعم ياخد من بعضه، كمان القوطة والبصل اللي عندي يتبل بنفس النكهة بتاعة الشاورما. هقلب بقى كويس كده، وبعد كده هربطها. في اسهل من كده؟ ولا هتقفي ولا تقلبي على النار ولا ياخد منك وقت في السوى. خلاص انت متبلاه من قبلها بيوم. كل اللي هتعملي بصلايه وقطايه، وهتقطعيهم وتحطي في الكيس وخلاص. تنسي انزلي هاتي العيش بتاعك وكوبايه الحاجه الساقعه، الغدا اتحضر. في اسهل من كده؟ هو الويك اند مش عايز غير كده، فيلم حلو جميل بقى تحت البطانيه كلكم مع بعض، احلى دفى واحلى اسره يعني. يلا بقى نقفل الكيس والكلام ده كله. هريتها انا كده، هريتها خلاص. القوطه اتبهدلت خلاص. هي كده مش محتاجه سوا. يلا لو وصلت لهنا قولي لي القوطه اتبهدلت يا هايدي، القوطه اتبهدلت يا هايدي. هنقفل بقى كويس كده. بس حلو قوي كده، فل 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 فل. اهم حاجه بقى في الموضوع، اهم حاجه في الموضوع ان انت تفتحي حتت صغيره جدا من الكيس. ليه؟ علشان هو هينفجر لو انت ما عملتيش كده وهيبهدل الدنيا. فانت يا دوبك بتديله تهويته بس، علشان هو اول ما بيسخن جامد بينفخ. لو في ناس منكم ما استخدمتش الكيس الحراري ده قبل كده، ده مش كيس عادي، ده مش كيس عادي، ده كيس حراري. بتقطعي حتت صغيره كده علشان بس يخرج منها التهويه. اول لما يبتدي يتنفخ كده من الحراره هتلاقي الدنيا تمام، علشان انت مخرمه منه. اما الحته اللي من تحت اللي احنا بنخرمها دي علشان تنزل الميه الزياده اللي بتنزل من اللحمه. تمام كده. انا بقطع حاجات بسيطه، يعني هو المقص يعني بارد شويتين، ما تفتكريش انا بقطع حتت كبيره. يعني انت لو عندك شوكه او سن سكينه هتبقى معاكي تمام. انا بص الميه اهي نزلت بره الكيس ازاي. انا دخلتها بقى على درجه حراره 200. قعدت معايا تقريبا نص ساعه، وطلعتها فتحت الكيس ونزلت عليها بكميه بصل وطماطم وخضره نيه، لان انا بحب جدا يبقى الطعم باين فيها طعم القرمشه بتاعه البصلايه شويه. فبس هديها تقليبه كده وهدخلها على الشوايه وهي مفتوحه. الميه بره الكيس مش جوه الكيس. الخروم اللي احنا عملناها خلت الميه تطلع بره الكيس، علشان الشاورما تكون شويه معايا ناشفه. تمام. هقلب كده وبس هدخلها سيكه، تاخد بس يا دوبك حاجه بسيطه قوي من النار او من الفرن، يعني علشان بس يعني تكسر سنه الايه البصلايه. تمام كده. طلعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه، حاجه بجد تحفه. لازم تجربوها. عفوا. بصوا الشكل، بصوا الشكل عامل ازاي، ولا ريحتها كانت تحفه بجد بجد حلوه قوي. ممكن تعملي جنبيها توميه، مش لازم تعملي مسترد ولا مايونيز. بس كده وطلعت معانا اللوحه الفنيه دي. يلا بقى نعمل السندوتشات بسرعه كده زي ما شفنا في اول الفيديو. حبه مايونيز او حبه مسترد او حبه توميه من اللي عندك، وهتاكلي احلى سندوتشات. مش محتاجه كاتشب خالص خالص ولا اي اضافات. خلاص هي فيها كل حاجه، هي طعمها ونكهتها فيها كل حاجه. ما تنسوش ان احنا كمان متبلين اصلا اللحمه. تمام كده. بس لو انت شفتي هنا ووصلتي لغايه هنا معايا، ما تنسنيش اللايك في الشير. انزلي اعملي كومنت حلو كده منك يشجعني انزلك فيديوهات جديده، واشوفك في فيديو جديد. باي باي.